لو انت نفسك توصل ل 4000 ساعة مشاهدة فالفيديو ده ليك. في الفيديو ده هقول لك عن 5 خطوات لازم تعملهم عشان تقدر توصل لأول 4000 ساعة مشاهدة. يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تقدر تستفاد أكتر استفادة من الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، عشان محدش يقول مثلا طب ما تعملها لنفسك أو توصل انت ل 4000 ساعة مشاهدة دي بدل ما انت تقولها للناس. زي ما انتم شايفين القناة اللي ظهرت قدامك دي الحمد لله حققت فيها الشروط بكل سهولة. ويا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية زي ما قلت لك عشان تقدر تشوف ايه المهتم في الفيديو ده. اول طريقة عايزك تعملها معايا تنزل لي فيديوهات كبيرة. يعني ايه فيديوهات كبيرة اصلا يا امير؟ يعني تنزل فيديوهات كبيرة مدتها تتجاوز ال 12 دقيقة، ما تنزليش اقل من كده. اقول لك يا عم اكتر مدة ممكن تقل عنها لحد 8 دقائق، لكن اقل من كده ما تنزليش. هتقول لي ليه يا امير؟ وبعد لي عن الشورتس خالص لو انت عايز تحقق ال 4000 ساعة مشاهدة. لكن لو عايز تحقق ال 1000 مشترك ابدأ نزل لي في الشورتس عشان الشورتس بيجذب مشتركين جداد. تمام. زي ما قلت لك نكمل في الموضوع بتاعنا. زي ما قلت لك ليه اهم حاجه تنزل فيديوهات كبيره؟ كل ما مده الفيديو كبرت كل ما ساعه المشاهده كترت. يعني انا معايا فيديو دلوقتي 8 دقايق، تمام، وفيديو 15 دقيقه، والثمان دقايق جاب لي 1000 مشترك، 1000 مشاهده قصدي، تمام. والفيديو الثاني اللي هو 15 دقيقه برضو نفسه جاب لي 1000 مشاهده. طبعا انت هتقول لي مين اللي اكتر ساعه مشاهده هتجيب لك؟ طبعا هتقول لي الفيديو الكبير. ودي حقيقة ان الفيديو الكبير هو ده اللي هيجيب لك اكبر ساعة مشاهدة، وانت في الوقت الحالي بتعوز ساعة مشاهدة. بس هقول لك على حاجة، ما تجيش مثلا عشان عايز تكبر لي الفيديو انت تيجي تهبل لي مثلا تحشي في الفيديو حاجات كتيرة وملهاش اي لازمة وملهاش اي دعوة بالفيديو. تمام. مثلا ما تجيش مثلا تكلمنا عن شروط الربح، تحط لي بقى مثلا تعرفني على نفسك وانا ساكن في مكان كذا وحصل معايا موقف ما اعرفش فين، وده احكي لكم على حكايه حصلت معايا وما اعرفش ايه. لا، انت بتقول لهم المعلومه وعلى قد ما تاجي مثلا 8 دقائق 9 دقائق اقل من كده كل اللي عليك تنزل. بس كل اللي عليك انت تقدر تحاول برضه على قد ما تقدر تكبر المدة او تكبر الدقائق على الفيديو بتاعك، عشان كل ما زادت مدة الفيديو كل ما زاد ساعة المشاهدة عشان تقدر تحقق بيها شروط الربح او 4000 ساعة مشاهدة. وتاني حاجة ودي الاهم اللي هي اول 20 ثانية. انت عارف لو اول 20 ثانية ما شدتش المشاهد هتعتبر نفسك ان الفيديو خسرت انت او الفيديو بتاعك مات. مات من ايه؟ اقتراحات ومات مشاهدات ومات مرات ظهور ومات من كل حاجة. بس خلال 24 ساعة بعد كده هيبدأ يوتيوب يقترحه تاني. فعشان كده بقول لك يعتبر اول 20 ثانية دي هي اللي بتحدد ان المشاهد هيدخل معاك الفيديو او هيكمل الفيديو او هيخرج من الفيديو. فانت كل اللي عليك تعمل لي ايه؟ تعمل لي هوك قوي يشد، لازم يشد لي المشاهد اجباري باي طريقه، لازم تشد لي المشاهد. زي مثلا ايه يا امير؟ الفيديو مثلا دلوقتي بيتكلم عن ازاي تحقق شروط الربح مثلا. قول مثلا ازاي في الفيديو ده اعرفكم يا جماعه ازاي تحققوا شروط الربح. تمام. ما تجيش مثلا في بدايه الفيديو ازاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير، انا اسمي كذا ما اعرفش ايه بقدم لكم ايه. لا، هو اللي داخل المشاهد اللي داخل يشوف الفيديو او داخل يشوف المعلومه اللي جوه الفيديو. فانت ما تجيش مثلا تعرف على نفسك ولا الكلام ده. هو لو عايز يتعرف عليك هيكتب لك على الاقل تعليق، هيقول لك اسمك ايه، مع عندك كم سنه، وانت ترد على كد التعليق. لكن ما تجيش في البدايه اول 20 سنه تعرف لي نفسك. دي مستحيل ان المشاهد هيكمل معاك الفيديو. المشاهد يا جماعه عشان تكونوا عارفين خلقه ضيق، عايز المعلومه على طول تاجي سريع سريع، مش عايز انك تطول في المقدمه ولا الكلام ده. زي ما في بدايه الفيديو انا معايا قلت لك ازاي تحقق كذا، يلا بينا نبدا الفيديو. مش زي اللي حصل معايا ده. زي اللي حصل معايا ده، زي لما قلت لك تعالى نبدا على طول الفيديو. كده انت اجباري لوحدك، لا ده هيقول المعلومات سريع سريع فخش معاه الفيديو. امتى باجي اسحبك انا واكبر الفيديو؟ في نص الفيديو اديك معلومات كافيه من عندي، اديك حاجات تخليك تكمل معايا الفيديو. فاهم قصدي؟ ما تجيش في اول الفيديو او اول 20 ثانيه انا اسمي كذا وما اعرفش ايه و هتلاقي مشاهد اجباري طلع من الفيديو على طول. وتعالوا نخش على السبب الثالث. تالت حاجة عشان تقدر تحقق بيها ال 4000 ساعة مشاهدة بأسرع طريقة لازم تختار المواضيع اللي الناس بتبحث عنها. زي ايه يا امير؟ مثلا تختار لي الترندات اللي على المحتوى بتاعك او على المجال بتاعك. زي مثلا الكورة مثلا،
محتواه ساعات بيبقى ترند، كريستيانو رونالدو، ميسي، مثلا ماتش الاهلي، ماتش الزمالك، ما اعرفش ايه، مثلا الطبخ زي والتعليم والجيمنج والحاجات دي. تختار لي حاجات تبقى ترند. مثلا انا هكلمك دلوقتي على المحتوى بتاعي. المحتوى بتاعي كله الترندات بتاعته زي شروط الربح على اليوتيوب. تمام. معاك ايه تاني؟ زي مثلا الالف مشترك، اخطاء المبتدئين، ربح اليوتيوب، ده كله بيبقى ترند مع المحتوى بتاعي انا. تمام. زي مثلا ايه، اي صانع محتوى دلوقتي بيتفرج عليا، تمام. انت دلوقتي اكيد في البداية بتاعتك اتفرجت على اكتر من فيديو ازاي توصل بيهم شروط الربح. هتقول لي ازاي؟ طب يا امير عرفت. هقول لك لاني انا في البدايه زيك كده دخلت على اليوتيوب واتفرجت على اكتر من الاف الفيديوهات عشان اقدر احقق شروط الربح والكلام اللي بقوله لك في الفيديو ده. فعشان كده بقول لك لازم تختار مواضيع تكون جذابة او ترند بمعنى الكلمة، عشان تقدر تجيب منها مشاهدات وساعة المشاهدة تكبر معاك وتزيد معاك. فعشان كده بقول لك اختيار الموضوع يعتبر احسن حوار لازم انت تعمله في البداية. لانك لو عايز توصل صح، اسرع طريقة توصل بيها ل 4000 ساعة مشاهدة لازم تختار لي الترندات على المحتوى بتاعك، سواء زي ما قلت لك جيمنج، كورة، اي محتوى لازم تختار لي الترندات بتاعته. تمام. بعد كده هنخش على السبب الرابع او الحوار الرابع. ورابع حاجة وإجباري لازم تعملها في البداية، الصورة مصغرة والعنوان لازم يكونوا قواي جامد. هتقول لي ليه يا أمير الكلام ده؟ لأنك في الوقت الحالي اللي أنت شايفه ده آلافات القنوات بتقترحها يوتيوب. تمام. عشان تكون عارف المعلومة دي، لو انت الصورة المصغرة بتاعتك والعنوان ما شدوش المشاهد، اعتبر ان الفيديو بتاعك تاه في الزحمة بتاعت الاقتراحات. دلوقتي اليوتيوب بدأ يقترح الفيديوهات، جميع الفيديوهات لجميع القنوات. تمام. عشان تكونوا عارفين المعلومة دي، في الوقت الحالي اللي احنا فيه بدأ يقترح الفيديوهات على جميع القنوات وبدأ يقترح فيديوهات كتيرة. عشان كده بقول لك لو الصورة مصغرة ما جذبتش المشاهد اللي هو انا مثلا، تمام، مش هدخل على الفيديو ده. اعتبر نفسك الفيديو عمل سكيب. فانت كده مرات الظهور عالية عندك والمشاهدين قليلين، فانت كده مش هتقدر تحقق ال 4000 ساعة مشاهدة. فلازم يبقى العنوان والصورة المصغرة اقوى حاجة في الفيديو. لانك لو انت داخل الفيديو جاي المعلومات كافية، ويعتبر ان اللي جوه الفيديو، الكلام اللي جوه الفيديو بره بتشتريه بفلوس، برضه مش هيدخل المشاهد ده على الفيديو بتاعك بسبب الصورة مصغرة والعنوان. لازم يا جماعة الصورة مصغرة والعنوان يكونوا أقوى حاجة في اليوتيوب. لازم تخليهم أقوى ما عندك. لازم تعمل حاجة صورة مصغرة وعنوان يكون أقوى ما عندك في أي فيديو أنت تعمله، عشان تقدر تحقق ال 4000 ساعة مشاهدة في أسرع وقت. وخامس حاجة، ويعتبر الخامسة دي أكبر سبب إن المشاهد بيكره فيديوهاتك، إن أنت بتتكلم ببطء. بمعنى الكلمة زي إيه مثلا؟ بتقعد مثلا زي كده، في الفيديو ده يا جماعة هنتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا. ان انا دلوقتي بتكلم بالبطء، لكن بص لما اتكلم بسريع المشاهد نفسه لوحده كده هي ايه، عايز يحرك معايا الفيديو. في الفيديو ده يا جماعة هنتكلم عن شروط الربح، هنتكلم عن ربح اليوتيوب، هنتكلم عن اخطاء المبتدئين اللي بيقع فيها الناس. شفت انت الفرق ده بين ده ومن ده؟ فعشان كده بقول لك يعتبر لازم تبقى سريع في الكلام. بقيت سريع المشاهد هيحبك، هيبدأ يطلع معاك. لكن بطيء المشاهد بيكره الشخص اللي بيبقى بطيء في الكلام، لانه زي ما قلت لك وزي ما عرفتك ان المشاهد داخل يشوف المعلومة في اسرع وقت، مش داخل يبحث مثلا يشوفك انت بتتكلم ازاي ببطء ولا بسريع ولا ببطيء ما عارفش ايه. لا، المشاهد زي ما قلت لك داخل يشوف المعلومات وطالع على طول. لازم انت تكون كلامك سريع، كلامك على طول. ولازم يعني اكيد اي حد فينا بيغلط ولسانه بيفلت منه مثلا، بيتهته بالكلام ده. لازم في البداية كده لازم بيحصل الكلام ده. فعشان كده بقول لك يعتبر الحاجة الخامسة دي اكتر سبب بتنقص ساعة المشاهدة. ولو ما عملتهاش صح او ما استغلتهاش صح، اعتبر ان نفسك مش هتقدر توصل لل 4000 ساعة مشاهدة. فعشان كده بقول لك الخمسة دي يعتبر اهم سبب في اللي قلناه كله. لانك لو ركزت عليه وبدأت تتكلم سريع، المشاهد هيتخطف معاك وهتبدأ تجره لنهاية الفيديو. وبإذن الله كده هنكون اديناكم كل المعلومات الكافية، وبإذن الله تحققوا ال 4000 ساعة مشاهدة في أقرب وقت. وما تنساش برضو الاشتراك في القناة عشان أقول لك عن كل الكلام على اللي بيحصل في يوتيوب والمشاكل اللي بتحصل في اليوتيوب وحلها. ويا ريت تتابع معايا الفيديوهات الجاية بإذن الله للنهاية عشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا، مع السلامة، سلام.